ايه رأيك لو قلت لك ان في مكان بيحدد مصير حياتك بلعبة؟ زي ما سمعت، بلعبة. لو حظك قل معاك وذكائك قل وبقيت من اقل الناس ذكاء، هيبقى مصيرك متعلق بلعبة، والمطلوب انك تكسب اللعبة دي عشان تعيش، لكن لو ما كسبتش يبقى الله يرحمك. استنى، قبل ما اكمل انزل دلوقتي اعمل لي سبسكرايب وفعل زرار الجرس وحضر حاجة تشربها وطفي النور وتعالى عشان احكي لك. ومش عايزين ننسى الحلم يا فنانين، مليون فنان جوه الملخص، من كتاب ارض زيكولا للكاتب عمرو عبد الحميد. انا اشرف طه ودي الملخص. يامن قال له الغباء يا صديقي، يامن عرف خالد بانه نسي حاجه ما كانش يعرفها. عليك انك تحتفظ بذكائك لما تخرج من زيكولا عشان ترجع لبلدك زي ما كنت. خالد قال لها بدهشه اشتغل معاكي؟ انا ما بفهمش حاجه في الطب. دخلوا القصر وهناك شاف راجل باين عليه الفخامه والنفوذ، وجنبه كتير من الناس اللي باين الصراع عليهم برضه. بعدها انحنت اسيل وانحنى معاها خالد، لحد ما عدى عليه شخص وقال له بان في مبنى كبير فيه كتير من الكتب اسمه مكتبه الحاكم. بعدها خالد بدا يدور بين الكتب، يدور في كل مكان جوه المكتبه. يامن قال له انت بتقول ايه؟ لسه باقي 11 شهر على اليوم ده. خالد قال له لا يا صديقي، انا هقول لك سر عرفته. بعدها حكى له ان مرات الحاكم هتولد بعد 6 شهور. يامن ابتسم وقال له انا مبسوط لك جدا يا خالد، بس كنت بتمنى انك تفضل معايا. ضحك خالد وقال له انا بحبك جدا يا يامن، بس نفسي ارجع بلدي. بس لو خرجت من زيكولا هعمل ايه؟ لازم الاقي كتاب سرداب فوريك قبل ال6 شهور اللي باقيين. ابتسم يامن وقال له اتمنى انك تلاقيه وتحقق اللي انت عايزه. اطفال زيكولا هيكونوا محظوظين السنه دي، لو اتعمل يوم زيكولا هيشوفوا لعبه زيكولا بعد ما شوفهاش المره اللي فاتت لما هربوا الفقراء. خالد قال له بدهشه لعبه زيكولا؟ يامن قال له وافتكر ساعتها انه ما قالوش عليها ولا كلموا عنها قبل كده، وقال له انا ما كلمتكش عنها قبل كده، دي اللعبه اللي بيتقال ان ارض زيكولا اتسمت على اسمها. هي في الحقيقه مش لعبه، هي منافسه، وبيستناها الكل هنا، فهي اللي بتحدد الافقر في المدينه. قبل يوم زيكولا بكام يوم كده الجنوب بتجمع اكتر ناس مريضه في المدينه، والدكاتره بتحدد مين هم الفقراء ومين اللي مريض فعلا، لحد ما يتبقى منهم عدد قليل جدا. وهنا بيجي دور الدكتوره اسيل، وهي اللي بتحدد ال3 الاكثر فقر. بعدها بيجي دور لعبه الزيكولا في اليوم اللي قبل الذبح، يوم فتح باب زيكولا. لعبة الزيكولا بتكون قدام الكل، وهي ببساطة قرص خشب بيلف بسرعة معينة، وفي 3 أسهم طالعة من القرص ده، وبيقوموا نحاتين زيكولا بنحت تمثال لكل فقير من الفقراء ال3، ويتحط التمثال ده على بعد أمتار قدام قرص السهام، وعلى كل فقير إنه يختار 3 أماكن في تمثاله عشان يحميهم من السهام، واللي بيسيبوا أكبر عدد من السهام يكون هو الفقير المختار، وبكده ما بيتظلمش حد في الزيكولا. سألوا خالد مين اللي اخترع اللعبة دي؟ رد يامن وقال له معرفش، احنا لقيناها من ساعة ما اتولدنا، هي بتخلي كل فقير مسؤول عن حياته وعن قدره. قطعه خالد وقال له هي سهلة اللعبة دي؟ يامن قال له في الحقيقة شايفها أسهل مما يكن، وكتير مننا بيتنبأ بالأماكن اللي هيسيبها السهام، لكن لما يسيبك الغباء فمش هتقدر تحدد الأماكن دي وتحمي مناطق تانية من تمثالك. لازم تحافظ على ذكائك لحد ما تلاقي كتابك وتمشي من هنا، وعشان كده يلا كمل شغلك. عدت الايام يوم بعد يوم، وخالد بيروح لشغله ويرجع للبحيره بالليل ويفضل قاعد قدامها لحد ما يكبس عليه النوم وينام. اما اسيل فكانت بتداوي المرضى، بعدها ترجع لاوضتها وتفضل تبص للسما، واتعمدت انها ما تروحش للبحيره في الايام دي لحد ما تتاكد من حقيقه مشاعرها ناحيه خالد. ورغم الصراع اللي كان بيشتعل جواها ما بين الرغبه في انها تروح هناك او القعده في اوضتها، الا انها فضلت القعده في اوضتها، لحد ما عدى الاسبوع وجه يوم مروحها للمنطقه الجنوبيه، فاتجهت بعربيتها للبحيره ولقت خالد مستنيها هناك. قالت له بابتسامه مستعد للشغل؟ فابتسم خالد وقال لها بعدها ركب معاها العربيه وبدات العربيه تتحرك. فسالته بعد ما شافت مجموعه ورق معاه وقالت له ايه ده؟ قال لها فكرت ان اسجل بعض الاحداث هنا في زيكولا. قالت له طب وكتبت ايه؟ فضحك وقال لها في الحقيقه ما كتبتش الا حاجات قليله. فشدت منه الورق وقالت له هشوف ايه اللي كتبته لحد دلوقتي، لحد ما شافت الكلام اللي كاتبه عنها خالد وانها حوريه زيكولا، فوشها احمر وبصت عليه بطرف عينها من غير ما تنطق ولا حرف. فحس خالد بالاحراج بعد ما قرت كلامه وضحك وقال لها لا دي اسيل نجمه السما. فضحكت وقالت له انا ما قلتش حاجه. بعدها سكتت وبدات تقراها من جديد، وفضلت تقراها وتكررها اكتر من مره لحد ما قاطعها خالد وقال لها انا عرفت عن لعبه زيكولا. قالت له ياه انت ما كنتش تعرف عنها لحد دلوقتي؟ خالد قال لها لا، اللي كنت اعرفه انك مسؤوله عن اختيار افقر 3 في المدينه. قالت له فانا طبيبه الحاكم. قال لها انت بتعرفي الافقر ازاي؟ ضحكت اسيل وقالت له الخبره.
لما بيخلصوا دكاتره زيكولا شغلهم بيتبقى عدد قليل اختار من ما بينهم الافقر. ممكن يكون في منهم المريض فعلا، وبالطبع لو شكيت في ده فبرجعه لبيته وليا الحق في ده من غير ما يراجعني حد. اما الفقراء فمرضهم مميز واقدر بخبرتي ان اميز الافقر منهم. قال لها طب وهنا الفقير بيمتلك كام وحده ذكاء تقريبا؟ قالت له لا مش شرط، دي مساله نسبيه. ممكن شخص يبقى بيمتلك 10 وحدات ويبقى فيه اللي بيمتلك اقل منه، وممكن يبقى بيمتلك 1000 وحده لكنه يكون الاقل فيكون الافقر. فضحك خالد وقال لها طب تقدري تعرفي انا امتلك كام وحده؟ فابتسمت اسيل وحطت ايديها على وشه وقالت له تمتلك ما بين 800 ل 900 وحده. نطق خالد وهو خايف وقال لها بس. اسيل قالت له ده مش قليل. قال لها لكن الكل هنا بيقول اني غني. قالت له هنا اللي بيقول لك انك غني يقصد انك مش فقير. عاده الفقراء هنا بيمتلكوا 100 وحده او اقل، فلك ان تتخيل ازاي يوصلوا ل 900 وحده لو كانوا بيوفروا في اليوم بعد احتياجاتهم وحده او وحدتين بالكتير قوي. اقلها هيحتاجوا سنه او سنتين او 3 عشان يوصلوا لذكائك في الوقت اللي تكون انت فيه ضعيفة ذكائك وبقيت تمتلك ضعف الوحدات دي لو اشتغلت بجد في الفترة دي من الزمن، وهكذا تفضل غني في نظرهم. فافتكر خالد حاجة وسألها بس الفقير اللي اتذبح المرة اللي فاتت كان عنده بيت ضخم، ازاي يكون فقير؟ وكان ممكن يبيعه مقابل ثمن كبير. قالت له ممكن يكون حاول يبيعه بالفعل، لكن افرض محدش اشتراه فبالطبع هيفقد قيمته وقتها. لما بيقرب يوم زيكولا الكل بيخاف يفرط في وحده واحده من ذكائهم، وتقريبا عرفوا بخبر مولود الحاكم فمش هيشتري حد اي حاجه لحد اليوم ده. بعدها سالها خالد وهو بيهزر وقال لها طب واسيل الجميله تمتلك كام وحده؟ ضحكت اسيل وقالت له اسيل تمتلك كتير اكتر مما تتخيل. طب لو عايز تعرف ايه اللي حصل بعد كده اعمل لي لايك وكومنت عشان الحاجات دي بتفرق في الظهور وبتساعد ان الفيديو يظهر لكذا حد. وعايزين تشير كتير يا فنانين، ما تنساش تدعمني بسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان اول ما ارفع الحلقه الجايه توصلك على طول. ومش عايزين ننسى الحلم يا فنانين، مليون فنان جوه الملخص. انا اشرف طه ودي الملخص.